السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم آمين. طبعا إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن مكافحة الفروة، ومن داخل المنحل هنعمل فيديو برضو تطبيقي للنحال قدامنا دلوقتي. طبعا أتمنى من كل الإخوان يشاركوا الفيديو ويشتركوا معنا في القناة. طبعا القناة ديت البديلة، لعل نقدر نوصل للمتابعين اللي كانوا معانا من قبل في القناة الأولى يتابعوا معنا. طيب نختصر بالشديد بإذن الله على أساس نتكلم في الموضوع ده. طبعا الفورميك أسيد تركيز 65%، وده دايما اللي أنا بكافح بيه الفروة. تمام. طبعا ده زي ما انتم شايفين الأوكزيليك أو ملح الأوكزيليك. تمام. هنتكلم على ده وهنتكلم برضو على الفورميك أسيد، بحيث اللي النحال متوفر عنده مادة من الاتنين دولت يكافح بيها. طبعا أول شيء الأوكزيليك دوت زي ما انتم شايفين اهوت. تمام. ده الأوكزيليك، يعني زي ما انتم شايفين ربما يكون عامل زي ملح الطعام. تمام. او حبيبات ناعمه. اتمنى بس الصوره تكون واضحه على اساس النحال اللي بيتابعنا يقدر يوصل له الصوره. تمام. نعم كده الصوره واضحه. ده طبعا زي ما انتم شايفين حبيبات ناعمه. في اخ ممكن يشتري الأوكزيليك دوت الحبيبات بتاعته تكون خشنه، برضه مفيش مشكله، هو عامه يكون أوكزيليك اسيد. تمام. طبعا ملوش تركيز وهو بيتباع في محلات مستلزمات النحل. تمام. طيب لو انا هكافح بالاوكزيليك اللي هو زي ما احنا شايفينه قدامنا معانا الماده دي، طبعا بالمناسبه الماده ديت لو جت على اليد ما بتاثرش زي الفورميك. الفورميك مشكله كبيره، ما ينفعش ان انا احط في الماده السائله بتاعه الفورميك يدي لانها تكون مشكله. انا بس بعرف النحال. تمام. العلم بالشيء ده. طيب بالنسبه للاوكزيليك اللي هو احنا اتكلمنا عليه، الاوكزيليك اسيد دوت انا لو هعمل مكافحه احط قد ايه او اكافح ازاي؟ طبعا الله يبارك فيكم، لو انا هكافح بالاوكزيليك دوت تمام احط 35 جرام. 35 جرام من دول اوزنهم بميزان نقدر نقول حساس، ومن ثم اعمل لهم اذابه في محلول سكري تركيز 1:1، 1 سكر ل1 ميه. تمام. وادوبهم فيهم، ادوب ال 35 جرام الاوكزيليك دول في ال1 لتر. تمام. ومن ثم افتح الخليه واجعل البراويز ما بين الممرات النحليه وارش في كل ممر 5 مللي. تمام. يعني خليه نقدر نقول 10 براويز ارش فيها حوالي 50 مللي. خليه 5 براويز ارش حوالي 25 مللي. تمام. طبعا ده الاوكزيليك دوت بيتم المكافحه بيه مره واحده فقط، يعني بمعنى انا كافحت اليوم النهارده 20 كام؟ 20 مايو 20/5. ما ينفعش ان انا اكافح كمان اسبوع بالماده دي، ما ينفعش، حتى يكون العلم عند الاخوان النحالين اللي بيتابعوني، لانه بيأثر تأثير بجد، تأثير جذري على النحل، سواء النحل السارح او النحل الحاضن. طيب درجات الحراره بالنسبه للاوكزيليك اللي الواحد يكافح بيها، هل في خطر؟ لا مفيش خطر. لو درجه الحراره عندك 50 كافح بيه لا يوجد اي مشكله. ده طبعا بالنسبه للاوكزيليك اللي احنا اتكلمنا عنه. تمام. طبعا ينصح ان النحال ما يكافحش بيه في الدرجات اللي هي منخفضه، اللي هي نقدر نقول 10 درجات 5 درجات، اللي هي الدرجات المنخفضه اللي في الشتاء ما ينفعش. ليه؟ لان احنا بنرش محلول سكري بالاوكزيليك على النحل، فيبقى الامر صعب. انا بس بوضح الكلام للاخوان اللي بيتابعوني. بالنسبه للفورميك اللي احنا ان شاء الله هنكافح بيه النهارده، او اللي انا هكافح بيه عامه في منحلي، اللي هو الفورميك اسيد، ده ماده نقدر نقول سايله زي ما انتم شايفين كده في الكاسه او البتاع اللي انا حاطط فيها الفورميك. تمام. طبعا ماده سايله زي ما انتم شايفين اهيت، حاططها انا في سرنجه ومن ثم اكافح بيها الخليه. طبعا بتعتمد على التبخير، ومن ثم التبخير بتاع الفورميك ده هو اللي بيكون قادر على قتل الفروه، سواء اللي على ظهر النحل او على الحلقات البطنيه او اللي داخل الحضنه المغلقه. تمام. بالمناسبه بس للتوضيح، الفورميك ده عنده القدره على انه يموت الفروه اللي داخل العيون الثلاثيه في الحضنه، عكس الاوكزيليك. الاوكزيليك لما يترش يموت الفروه فقط، او يقتل الفروه فقط اللي على النحل نفسه، اللي على ظهر النحل يموتها فقط. اصبح اللي بيكون عنده فروه مستفحله يستخدم زي ما احنا قلنا الفورميك اسيد
التركيز زي ما انتم شايفين 65%. في اخ ممكن يقول لي انا جايب فورميك اسيد تركيز 80%، تركيز 100%، اقول له نزل التركيز، نزل التركيز لما بين ال60 الى ال65%. طب ليه تنزل التركيز؟ لانك لو ما نزلتش التركيز احتمال بعض الملكات عندك تسقط او تقدر تقول تموت ويحدث مشكله. تمام. طيب عامه دلوقتي لما هنيجي نكافح ان شاء الرحمن، نكافح ازاي؟ او الفورميك دوت بالمناسبه، تمام، الفورميك ده هل فيه درجات حراره نقدر نتوقف عندها؟ انا اتكلم عن نفسي انا شخصيا ومسؤول عن الكلام ده. لو درجه الحراره عند الاخ اللي بيكافح 45 درجه مئويه، كافح ولكن بشروط. ايه هي الشروط؟ انك انت تراعي الجرعه خلي بالك، او الكميه اللي انت هتكافح بيها. تمام. تاني امر انك انت تجرب على خليه واحده فقط، وتنتظر ساعتين يكون الماده اتبخرت داخل الخليه، وتشوف هل في مشاكل في الملكه، فيه مشاكل في النحل، ومن ثم بعد كده تعمم على المنحل بتاعك كله. في اخ ممكن يقول لي انا هنتظر لحد بعد اذان العصر او قبل المغرب عشان يكون درجات الحراره قلت شويه وبعد كده اكافح. في مشكله؟ اقول له ما فيش مشكله. تمام. طب درجه الحراره عندي النهارده كام؟ في حدود ال 35 درجه مئويه، في حدود ال 35 درجه مئويه. طبعا انا بحاول ادي نقدر نقول يعني معلومات عن الموضوع بتاع الفروه، على اساس يكون نقدر نقول اي نحال حاب يكافح يشتغل على الشيء ده. طب في مادتين تانيين احنا بنشتغل بيهم. نعم، في مادتين تانيين احنا بنشتغل بيهم، للاسف هم مش موجودين معايا دلوقتي لان انا ما ينفعش استخدمهم في التوقيت الحالي. هم السيمول والمنتول. طب ليه السيمول والمنتول ما ينفعش استخدمهم في التوقيت الحالي؟ لان المادتين دول مع درجات الحراره بيحدث هجران للنحل من الخليه. دول بنستخدمهم دايما في بدايه الانطلاقه الربيعيه وفي الخريف. تمام. اصبح ديت الاربع مواد اللي دايما نقدر نقول معظم اهل العلم بيوصوا بيهم، لانهم ما بيتركوش اثار سلبيه سواء في الشمع او في الخليه. طبعا للتنبيه، اي اخ سواء بيكافح باي ماده من المواد دي ما يكافحش في موسم عسل. تكافح وانت بتجيش النحل، وتكافح وانت بعد فرز العسل او بعد انتهاء موسم العسل. تمام. طيب واحد بيقول لي اخويا محمد دلوقتي بيستمع لي، يا اخويا محمد الله يبارك لك، انا في اليمن او في سوريا والحرب يعني الامور صعبه. اقول له يا اخي الله يكون في العون، ما عندوش المواد دي. شوف اي ماده من المواد الفعاله اللي عندها القدره على انها تسقط الفروه وكافح بيها. قال لي ما عنديش الا شرائح بس، كافح بيها يا اخي. تمام. واحد تاني بيستمع يقول لي ما عنديش الا الاميتراز بس. اقول لك والله الاميتراز اللي هم بيقولوا عليه، تمام، انا ما شفتش الكلام ده بعينيا، بس هم بيقولوا ان هو بيترك ترسبات. تمام. وبالتالي بيكون مشكله. ولكن نصيحه مني ليك، انا بكلمك يعلم الله انا ولا عندي اي شركه من الشركات بتاع المواد دي كلها، بس انا بدي نصيحه للاخ، وهو لو انت ما عندكش اي ماده من المواد نقدر نقول الامنه، وبالتالي في فروه عندك وما قدامكش نقدر نقول الا الاميتراز، كافح بيه. طب ليه كافح بيه؟ لانك لو ما كافحتش والفروه استفحلت هيحدث عندك زحف في النحل، هيجي لك مشاكل وامراض في النحل منها الاكارينه بالخصوص، وهتقعد تعاني بعد كده. تمام. فكافح بيها. لا هقول لك ايه غير كده؟ ما هو احنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك حكم العقل. بمعنى انا دلوقتي موجود في بلد فيها حروب، انا مش عايز اتكلم في السياسه ولكن انا اتكلم في امور بسيطه جدا. عندي في البلد بتاعتي في مشاكل، مش عارف اوفر ماده من المواد اللي انت بتتكلم فيها دي يا اخويا محمد، اعمل ايه؟ يا اخي خلاص شوف اي شرائح، شوف مواد. انا عاوز اتكلم في اخ والله اتوقع محروس ما كنتش انا مخطئ، او يونس والله ما في متذكر، من العراق، اقسم لي ان هو لف في اماكن في بغداد واماكن في اربيل واماكن في كتير في العراق عشان يوصل لاي ماده من المواد ديت، مش عارف. تمام. اخوه في الجزائر، الاخ عصام اتوقع وبعض الاخوان، قال لي الفورميك ده تمام كانه ماده ممنوعه في الجزائر. تمام. قال لي احنا ما ينفعش نمشي في عدوه مكتوب عليها فورميك كده، لازم ان انا يعني الامر صعب، الامر صعب لان مواد محظوره. تمام. في بعض الاماكن في الخليج كذلك في مواد من ديت محظوره، ففي نحال ساعات بيعاني مش عارف يوصل للمواد دي. انا بس اتكلم على شيء انا يعلم الله شفته سواء من الحديث مع الاصدقاء، تمام، او اللي دايما بيخش يقول لا الماده دي فين ومش عارف يوصل لها. تمام. لابد نسهل على بعضينا، الله يبارك في الجميع. على العموم ان شاء الرحمن دلوقتي هنقوم نكافح خليه بالفورميك اسيد.
طبعا انا عبيته في سرنجه زي ما انتم شايفين. السرنجه دي مشرطه، تمام، فيها مكتوب هنا زي ما انتم شايفين اخر حاجه 10 سنتي او 10 سي سي، تمام. طبعا كل اخ بيكافح بالجرعه حسب عدد البراويز والكثافه النحليه داخل الخليه، تمام. طبعا انا هكافح ربما يكون ان شاء الرحمن مثلا خليه نقدر نقول 6 7 براويز او 8 براويز، ومن ثم احط ايه الجرعه دي، تمام. طبعا انا حطيت الجرعه في السرنجه بحيث ان الامر يكون متيسر عشان انا اللي بصور لوحدي، تمام. طبعا انا بكافح دلوقتي زي ما احنا قلنا بالايه بالفورميك اسيد ان شاء الرحمن اللي هو دوت، تمام. بالنسبه للاوكزليك انا بس حبيت اوريه لاخويا النحال، تمام، على اساس افهمه لو عنده اوكزليك يعمل ايه. 35 جرام على 1 لتر من المحلول السكري، 1 سكر لاحب ميه، ومن ثم يرش ما بين الاطارات النحليه 5 ملي او 5 سي سي، تمام. طبعا هنتوكل على بركه الله، بسم الله. هنيجي مثلا ان شاء الرحمن على خليه زي دي، نفتحها. طبعا انا بشتغل لوحدي فالله ييسر الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله يا رب يبارك للجميع ونسألكم المباركة، تمام. طبعا الله يبارك فيكم. دي خلية مكونة من بروازين 4 5 6 7 8 براويز ما شاء الله تبارك الله، تمام. فالله ييسر الحال. انا اتكلمت على موضوع ضغط النحل امس، تمام، وطالما احنا موجودين مع بعض خلينا بس ندخن على النحل عشان ما يحدث مشاكل. اتمنى طبعا اللي ما استمعش الفيديو ضغط النحل يستمع لي. طبعا زي ما انتم شايفين اخر برواز، بصوا اخر بروازه، تمام، النحل موجود فيه، تمام. اخر برواز ده يقول لك ان انت ضاغط نحلك. امتى انزل برواز تاني؟ لما النحل ينزل لي زايده شمعيه، تمام، او النحل يحتاج. على العموم عشان نكافح ان شاء الرحمن. طبعا الله يبارك فيكم. احنا قلنا كام برواز؟ 2 4 6 8، قلنا 8 براويز، تمام. ان شاء الله هديهم ال10 سنتي دولت لل10 براويز. دي الجرعه اللي انا شغال بيها دايما باستمرار. ومن ثم هنتظر ان شاء الرحمن ساعتين، افحص الخليه اشوف الملكه، هيكون الماده اتبخرت. وبعد ما افحص الخليه واشوف الملكه واشوف النحل اخباره ايه والوضع ايه، هكافح المنحل كامل باذن الرحمن، تمام. طيب بالنسبه الفورميك اسيد، تمام، احطه ازاي؟ تمام. اولا ممكن تجيب قطعه كرتون مثلا زي ديت وتحطها فوق هنا على البراويز، ومن ثم تحط عليها الجرعه بتاعتك، تمام. او ممكن تجيب قطعه من القماش، تمام، ودي دايما اللي انا كنت بكافح بيها دايما، تمام، واحط عليها الجرعه ومن ثم اقفل الخليه بتاعتي، تمام. فعامه اهم شيء ان الاخ ما ينزلش الفورميك على النحل مباشر، لان ده غلط او ده خطا هيسبب موت للنحل، تمام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين اهو، تمام. سامعين صوت هيجان النحل؟ طبعا انا عندي مشكله في ديت في السرنجه دي. اهم شيء ان انا مفيش حاجه جت في يدي، تمام كده زي ما احنا شفنا اهي. بخليها قريبه من عند اتجاه فتحه السروح، تمام، ومن ثم اقفل الخليه بتاعتي. دي الخليه بتاعتي اللي انا مكافح بيها، تمام. طبعا النحل جاي من السروح زي ما انتم شايفين، حركه النحل كويسه، تمام. طبعا انا فتحه التهويه قافلها، ملهاش لازمه عندي،
تمام. طيب هل انا مظلل على النحل؟ نعم مظلل، تظليل طبيعي. ازاي تظليل طبيعي؟ تمام، وده اللي انا اتكلمت فيه دايما، ده طبعا اللي متاح عنده. تمام، اهو زي ما انتم شايفين. تمام، اللي هو الاشجار مظلله على الخلايا. تمام، اتمنى يكون الصوره واضحه للاخوان. طبعا لو في بعض الخلايا بتتعرض في وقت نقدر نقول الظهر او وقت صروح النحل الساعه 2 لدرجات حراره، ظلل عليها بعيازل، ظلل عليها بعيازل. اتمنى يكون الجزئيه دي واصله لكل النحالين. الخليه ديت اللي انا كافحتها ان شاء الرحمن، بعد مرور ساعتين هفحصها واتاكد منها واشوف الاخبار فيها ايه، ومن ثم اكافح المنحى الكامل. تمام، الله ييسر الحال. نتمنى طبعا من الاخوان جميعا يشاركوا الفيديو. في اي ملحوظه او اي استفسار اترك لي في التعليق. تمام، او تواصل معايا على رقم الواتس اللي موجود في الوصف. لو في اي حاجه انت في احتياج ليه انا تحت امرك. تمام، ويعلم الله سبحانه وتعالى والله شهد على الشيء ده. هدف الواحد فقط ان النحال لما يجي سواء يعمل اي حاجه في الخليه ان هو ما يخسرش، بل بالعكس يستفيد. دايما في بعض الاخوان يقول احنا عاوزين شويه فيديوهات اكتر من المنحل، او فيديوهات تطبيقيه من المنحل اكتر. انا لما بيكون الوقت متاح ليا يعلم الله من داخل المنحل ما بتاخرش. زي اليوم كده، اليوم انا كنت في المنحل صورت فيديو للافراج عن العذراء وفيديو للمكافحه. فانا لما بكون داخل المنحل صدقني انا اطلب مني وانا في اول فرصه هصور لك فيديو. طبعا بالمناسبه الفيديو دوت كان اللي كان طلبه اتوقع الاخت نرمين من الجزائر، ما كنتش انا مخطئ، وطلبته اليوم. فانا لقيت فرصه سبحان الله صورته. فيديو الافراج عن العذراء اتوقع فيه اخ من ليبيا، ما كنتش انا مخطئ، الاخ ابراهيم طلبه، وانا كذلك كنت في المنحل ما اتاخرتش. فهو الهدف ان لو الوقت متاح صدقني انا مش هتاخر عنك. الله ييسر الحل للجميع، ونسال الله يا رب يبارك لنحل الجميع، اللهم امين. مشكورين طبعا، شكرا جزيلا.